النهارده طلع قرار لجنة التظلمات في مباراة القمة ما بين الأهلي والزمالك. إن يعتبر الأهلي فعلا خاسر المباراة 3-0، ولكن مش هيتنفذ عليه عقوبة خصم الثلاث نقاط في آخر الدوري. ده إيه؟ ده قانون اسمه قانون ساكسونيا. لا والله، يعني ده يعني اللي يعرف حوار قانون ساكسونيا ده، هم كمان ما نفذوهوش، لان حوار ساكسونيا هو حوار ان في شخص ما هم غيروا له كل حاجه، يعني خلوا الشخص ده هو اللي معاه الحق. ده ما حصلش حتى في قرار لجنه التظلمات. ايه اللي حصل؟ اللي حصل سمك لبن تمر هندي. ما ينفعش ابدا يبقى اللائحه مكتوب فيها واحد اتنين تلاته، فانا انفذ رقم واحد وامسح رقم اتنين وما نفذش رقم تلاته. ما ينفعش. طب وهل لو ينفع؟ يعني انا لو هنفذ حاجه زي كده، انا لو هعمل حاجه زي كده، اعمل يعني السنه اللي فاتت الزمالك كانت نفس القصه دي بالظبط، وتطبق عليه اللائحه. يعني انت حتى بقى لو هتغير حاجه، يا اخي يعني اختشي يعني. ده السنه اللي فاتت في فرقه عملت نفس الموضوع هو بالظبط، واتطبقت عليها اللائحه. انت بقى اما تعوز تغير لفريق ما، يعني انا مش كلامي بيخص الاهلي ذات نفسه، يعني انت دلوقتي عايز تغير اللائحه دي او مش عايز تاخد بكلام اللائحه، لان انت مش عايز تزعل ناس معينه، تعملها بعديها على طول بسنه. فين المعايير؟ فين العدل؟ مفيش عدل ولا في معايير. يعني انت عارف في حاجه كده، في حاجه جوه دماغي كانت بتقول ايه؟ ان لو فعلا انت عايز تغير اللائحه، او عايز تتلاعب تتلاعب باللائحه، ممكن تكون تعمل حاجه الطف من كده بكتير. طب ايه هي الحاجه الالطف من كده بكتير؟ ان انت تطلع قرار يا باشا ان الماتش ده هيتعاد. يعني انت عارف، انا عندي او كعندنا كل الزملكاويه، ان انت يا باشا تطلع قرار ان الماتش ده لازم يتعاد. عيد الماتش يا باشا، وحكام اجانب ودنيا ودين، ونعمل اللي انت عايزه. لكن ان انت تقول لي ان الاهلي خسران، والاهلي باعتباره ان الاهلي منسحب، وتقول لي مش هخصم منه الثلاث نقط، ده كده سمك لبن تمرين. ده كده ما ينفعش. ده كده ما يبقاش في حتى بركة في منتخباتك ولا في المسابقة بتاعتك. يعني ربنا مش هيكرمك لأن ربنا اسمه العدل، وأنت ما بتطبقش العدل. النهاردة حصلت حاجة أعتقد من ألطف الحاجات اللي حصلت في يومي النهاردة. إن المغرب أفريقيا الناشئين، المغرب غلبت مصر النهاردة في نص النهائي 1-0. اول حاجه اللي يعرفني في كاس العالم بتاع قطر ده، انا كنت مجنون بحاجه اسمها مغرب. يعني انا اتولدت عندي قصه حب كده ما بيني وما بين المنتخب المغربي في قطر، ولغايه دلوقتي انا بعشق حاجه اسمها منتخب المغرب، بدوله المغرب، في الكوره، في قطاع الكوره يعني، بمنتخبات المغرب بجميع اعمارها، بفرق المغرب، بمسابقه الدوري في المغرب. للعلم مسابقه الدوري في المغرب هي واحده من اقوى المسابقات في الشرق الاوسط. يعني لو قلنا ان في المنافسه السعودية هي رقم واحد في الدوريات العربية، لا يجي بعدها على طول المغرب، بحكم ان السعودية طبعا محترفين ودنيا ودين وفلوس. لكن المغرب يا جماعة عندها منظومة كورة. تيجي النهارده تبص على منتخب المغرب الكبير اللي هو الفيرست الأول، تلاقي تلاقي نادرا لما تلاقي لعيب محلي بيلعب في الدوري. تلاقي كده ان المغرب دائما وابدا بتنطر لك كده لعيبه 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 في مختلف الدوريات الاوروبيه. ده ليه؟ ده عشان منظومة بتراعي ربنا. والله العظيم ثلاثة يا جماعة، قصد هو الحوار مش محتاج حاجة. انت رعيت ربنا في شغلك عشان ربنا يكرمك، او احنا هو كمجموعة هنشتغل يا جماعة كلنا عشان منتخبنا يبقى في حتة كويسة ونقدر ان احنا نتشرف بيه. فاكيد ربنا لازم يكرمنا. مش مش من جامل الأندية على حساب المنتخب بتاعي. يا راجل يا مؤمن، انا لو جيت قلت لك السنه اللي فاتت، ولا جيت قلت لك يا عم من 3 سنين، ان الرجاء والوداد السنه الجايه اللي هي المفروض سنه 2026 موسم 26 مش هيخشوا دوري ابطال افريقيا، والله ما كنت هتصدق.
متخيل ان الوداد البيضاوي والرجاء الاتنين مش هيخشوا دوري ابطال افريقيا السنه دي؟ تشامبيونز ليج، مش هيلعبوا تشامبيونز ليج، هيلعبوا كونفدراليه. ونهضه بركان واعتقد الجيش الملكي، متهيألي الجيش الملكي هم اللي هيروحوا للتشامبيونز ليج. ولا ومسابقه يعني بصراحه، لا يعني ملاعب. يعني انت كده جيت تيجي كده تتفرج كده على المغرب، ملاعب، دوري، لعيبه يا راجل، ده حتى اللعيبه المحليه والله. والله السنه دي اللي يتفرج على نهضه بركان يعرف قد ايه ان منظومه المغرب دي منظومه فيها عدل. نهضه بركان للعلم السنه دي اول دوري تاخده في تاريخها. السنه دي نهضه بركان قدرت ان هي تاخد الدوري المغربي، اول دوري تاخده في تاريخها. ليه؟ في عدل، في حق الله، في فريق هيغلط يبقى الفريق ده لازم يتحاسب. النهارده لو جيت بصيت على افضل منظومه في قاره افريقيا لكره القدم، منظومه كوره في افريقيا، هتلاقي هما اتنين. رقم واحد وطبعا المنتخب المغربي، طبعا منظومه المغرب. رقم اتنين وهي منظومه جنوب افريقيا. جنوب افريقيا برضه يا جماعه حاجه واحده. يعني انا عايز اقول لك كده حاجه، انت برضه لو انا خانتني الذاكره يعني هقول لك على حاجه. انت عمرك شفت او اتفرجت على ماتش في المغرب او في جنوب افريقيا ولقيت الملاعب وحشه؟ بجميع الفرق، اي فريق في الدنيا اتفرجت على اي فريق في الدنيا في المغرب او في جنوب افريقيا بيلعبوا في ملاعب وحشه؟ والله مستحيل، مستحيل. يا راجل يا راجل يا مؤمن، ده جنوب افريقيا في 2010 قدرت ان هي تستضيف كاس العالم وملاعب ودنيا ودين. وخد بالك احنا 2010، دلوقتي احنا 2025، لسه ملاعب كاس العالم زي ما هي. ما تقولش بقى ان الملاعب دي اتعملت عشان كاس العالم وبعد كده هتتخرب وتتشال ومفيش حد يهتم بيها، لا، ملاعب في جنوب افريقيا زي ما هي. وللعلم ان نهائي افريقيا للناشئين السنه دي هو جنوب افريقيا والمغرب. اكتر اتنين عندهم اكتر او اشطر اتنين عندهم منظومه كوره. المغرب طبعا بمستواها، بجميع المنتخبات بتاعتها، بجميع اعمارها. يعني انا مش عارف دي المره الكام على التوالي ان المغرب تغلبنا فيها، بجميع بقى منتخبات جميع اعمارها. بقى احنا اخر مره لعبنا فيها المغرب كانت في الاولمبياد، شلنا 6-0. متخيل؟ سيمي فاينل او لا، ماتش ثالث ورابع، كان ثالث ورابع، برونزيه اولمبياد، تخسر 6-0. 6-0. في الاول وفي الاخر هي دي الكوره في مصر. في الاول وفي الاخر انت طالما راضي يحصل كده في المنظومه بتاعتك ويتلاعب باللوائح، يعني ماسك المنظومه يقدر ان هو يتلاعب باللوائح، فانت اللي راضي. ما تجيش بعد سنه سنتين تقول لي ده انا اللي بقف قدام المنظومه، وانا اللي اصلا مقوم الدوري المصري. لا، انت ولا مقوم حاجه، ولا شايل حاجه، ولا واقف ضد فساد، ولا الكلام الغنى اللي انت بتقوله ده خالص. انا مش عارف برضو في حاجه. انت مطلع على نفسك ان انت بطل خارق. طب والبطل الخارق ده ايه؟ البطل الخارق ده دائما وابدا هو بيقف ضد الظلم، ضد الظلم. ودائما وابدا هو بيبحث عن العدل، تنفيذ العدل. انت بتقول على نفسك اللي انت بطل خارق وبتدور على العدل، والمنظومه اللي انت فيها دي منظومه فاشله، ودائما وابدا بتدور ان هي توقعك. طب ما كاش في بالك كده انت قاعد مع نفسك كده ان انت المنظومه الفاسده اللي انت بتقول عليها دي انت بطلها؟ يعني هل انت لو ماشي كده والمنظومه الفاسده كلها بقى انت لوحدك، والمنظومه الفاسده دي كلها ماشيه كده ضدك، هل انت يعني المنظومه دي تقدر تكسبها 43 مره او 44 مره في القاب الدوري؟ تقدر يعني ده كده ده الصح؟ ان البطل الخارق او الناس اللي عايزه توقعك، والناس اللي مش طايقاك، وانت اصلا عايز تسيب الدوري ده وتروح تلعب في اوروبا وتروح تلعب في اسيا، انت مكانك على كلامكم يعني ان انتوا كلامكم ان انتوا مكانكم، سوري، مكانكم في اوروبا مع الناس العاليه دي. تقدر تغلب المنظومه اللي عايزه توقعك دي 43 مره وتبقى انت البطل التاريخي بتاعها في جميع المسابقات؟ في الاول وفي الاخر
هم عايزين كده في الاول وفي الاخر عشان الناس تبقى مبسوطه، والناس تنام فرحانه. ما اعتقدش ان منظومه الكره المصريه بتتقدم خطوه. لا، احنا بنرجع كتير قوي. وللعلم ما فيش حاجه هتصلح حاجه. يعني ما فيش، يعني حتى لو اي حد جه هو نفس القصه، هي نفس الناس، لان اصلا الناس اللي ماسكه المنظومه المصريه هي بقى لها 20 سنه ما اتغيرتش. هي بس الكراسي بتتغير. اعتقد ان الزمالك نزل بيان ان هيلجأوا بقى للكاس، المحكمة الرياضية. واعتقد برضو الكلام اللي انا سامعه ان بيراميدز بيجهز ملف عشان برضو يطلع للمحكمة الرياضية. حاجة هتحصل جديد. ما اعتقدش ان في قرار هيقدر يغير حاجة في منظومة الكورة، غير بقى المحكمة الرياضية بقى، حاجة من بره كده هي اللي تغير بقى القرار. لكن غير كده خلاص. يعني حتى القرار اللي هم مطلعينه النهارده، بص حرقة الدم، القرار اللي هم مطلعينه النهارده بيقول لك ايه؟ ولا يوجد تظلمات. لان هي اصلا لا، هي لجنة يعني مفيش بقى ان انت تقدم اللي انت عايز تتظلم على القرار ده. مفيش، خلاص هو القرار ده اللي طلع وده النهائي، ومش هنأجل الحكم تاني. في الأول وفي الآخر قلت لك أعتقد كده اتكلمت على كل حاجة. بتمنى بجد إن الزمالك وبيراميدز يقدروا على قد ما يقدروا، إن هم يجيبوا حقهم. وخصوصا بيراميدز، لأن بيراميدز هو منافس فعلي دلوقتي على الدوري، والثلاثة بونت دول ممكن لو اتخصموا من الأهلي هيفرقوا معاه 180 درجة. ولكن كله بايديكم انتوا يا زمالك وبيراميدز، مجلس اداره الزمالك ومجلس اداره بيراميدز، اللي انتوا تقدروا تقفوا قدام المنظومه الفاسده دي. بتمنى ان الفيديو يعجبك، واكون وصلت وجهة نظري بكل احترام ليك. ما تنساش تدعمني باللايك والشير والسبسكرايب. شكرا جدا ليك.